بسم الله الرحمن الرحيم. رسالة للوزير أشرف صبحي. رسالة من مواطن مصري زملكاوي. نطلب من سيادتكم إيضاحنا كجمهور الزمالك عامة، وفي شخص يعني كشخصي بصفة خاصة، لماذا تم إقالة اللواء حسن موسى رئيس اللجنة المؤقتة لنادي الزمالك الذي تولى منصبه وأقيل بعدها بيوم أو يومين تقريبا. احنا عايزين نعرف ايه الاسباب اللي خلتكم تقيلوا الراجل ده وتجيبوا اللواء المحترم اللباني عضو مجلس اداره الاهلي، وكان مرشح لانتخابات الاهلي اللي قبل اللي فاتت، تجيبوه رئيس لجنه مؤقته نادي الزمالك. طبعا اللي عارف الاسباب هو عارفها، ودي حاجه ترجع له. اللي ما يعرفش الاسباب هقول لكم. رقم واحد، عايزين يا سيادة الوزير التحقيق في ال15 نفر اللي قال عليهم اللي هو حسن مصطفى اللي تربحوا من ورا النادي، وال15 نفر معروفين بالاسم. عايزين يا سيادة الوزير بعد اذن حضرتك نعرف عقد امام عاشور 3 مليون دولار ازاي مش موجود في خزنة النادي، ولا موجود اصلا في الحسابات، ولا اشتراك، ولا الحاجات اللي دخلت، الاموال اللي دخلت النادي. عايزين نعرف يا سيادة الوزير بعد اذن حضرتك الورق اللي كان مستخبي فوق مزانة النادي من فوق، والورق اللي كان مستخبي في الحيطان المدارية، الورق ده بتاع ايه؟ تاني، الورق اللي كان في مأذنة النادي بعد اذن حضرتك، مأذنة جامع، مأذنة نادي الزمالك، والورق اللي كان مستخبي في الحيطان من ورا الحيطان اللي بتستغطى، الورق ده بتاع ايه؟ ممكن نعرف؟ عشان انا برضو في حاجات انا مش فاهمها بعد اذن حضرتك. بعد اذن سيادتك ممكن اعرف فين عقوبة، يعني فين ايقاف شيكابالا؟ احنا دلوقتي موقفين بسبب كده، بسبب شيكابالا. شيكابالا اتدفعت فلوسه 3 مرات. ممكن اعرف فلوس شيكابالا راحت فين؟ يا سيادة الوزير، ممكن اعرف فلوس شيكابالا اللي كان بياخد 1000 جنيه في الشهر عشان يتسدد له الغرامة بقاله اكتر من 10 سنين، وتوقف لنا قيد السنة دي بسبب شيكابالا؟ ممكن اعرف فلوس دي كانت بتروح فين؟ سؤال بسيط اهو من راجل زملكاوي عادي، مو عايز اعرف فلوس شيكابالا كانت بتروح فين؟ ما انا توقفنا وسط قيد بسببها، عايز اعرف فلوسه فين. ماشي؟ انا ما بتهمش مرتضى منصور، ولا بتهم اولاده، ولا بتهم اي حد، بس انا بسأل سؤال واضح وصريح، فلوس شيكابالا فين؟ بلاش. لينا 345 الف دولار عند التعاون السعودي باقي فلوس مصطفى محمد، ممكن اعرف هي اتحصلت ولا لا؟ عشان كان طالع نائب الرئيس اول امبارح بيقول لك نادي الزمالك ملوش فلوس عندنا، واحنا بعتنا بقيه فلوس الصفقه. فبعد اذنك يعني ممكن ايضاح نعرف بقيه فلوس مصطفى فتحي رجعت ولا لا؟ طب مصطفى محمد احنا لينا كان نسبه من بيعه، ها؟ كان لينا نسبه من بيعه جت؟ يعني خدناها ولا لسه؟ ها؟ ما تعرفوش. اخر حاجه، اخر حاجه، يا سيادة الوزير، لو انت فاكر ان جمهور نادي الزمالك هيقبل انك تشيل حسن مصطفى وتجيب البناني عشان تقسط عقوبة كهرباء، يبقى انت بتحلم. تاني، يا سيادة الوزير، لو انت مفكر انك شلت اللواء حسن مصطفى عشان يطلع الفضايح دي كلها، وطلع فضايح مرتضى منصور وخبايا مرتضى منصور، وقال لك في 15 نفر، طبعا ده غير الناس اللي لسه ما تحققش معاها ده اتشال بعد يومين، ها؟ فما بالك الراجل ده لو كان قاعد كان هيعمل ايه؟ ما علينا. بعد اذن حضرتك، لو انت مفكر ان كل ده عشان عقوبه كهرباء ال 100 مليون يتقسطوا، ده مش هيحصل. جمهور الزمالك مش هيقبل بده. يا جمهور الزمالك فوقه، مشيلكوا واحد زملكاوي وراجل محترم وراجل عسكري وراجل قيادي من اجل اللي هم يجيبوا لكم راجل كان عضو في الاهلي حاليا، وكان مترشح في انتخابات النادي الاهلي اللي قبل السابع. انا بعد اذنكم عايز اقول لكم كلمتين: فوقوا عشان احنا بيغفلونا. تاني، فوقوا عشان هما بيغفلونا واحنا ما بنتغفلش. عقوبة كهرباء لن يتم تقسيطها لو جبت عادل امام يمسك نادي الزمالك. ها؟ مش لو جبت البناني، لو جبت عادل امام، لو جبت بص هقول لك علي ربيع ده بتاع مسرح مصر يمسك نادي الزمالك، عقوبة كهرباء مش هتتقسط. واحذروا غضب جمهور نادي الزمالك. خلصت رسالتي لحضرتك. اتمنى لو في حد محترم من الناس اللي جوه النادي اللي انا عارف اللي هي بتتابعني وبتتابع الفيديوهات، او حد مختص في الكلام اللي انا بقوله، يطلع يرد عليا يقول لي الفلوس دي راحت فين، والاوراق اللي كانت فوق مزنه النادي والحيطان المتحركه دي تخص ايه،
عقد امام عاشور راح فين؟ بقيت اعاره مصطفى محمد ومصطفى فتحي فين؟ كل الكلام ده اتمنى حد يكون عنده الرجوله ويطلع يجاوبني. خلصت الفيديو، السلام عليكم.